مساء الخير أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج هوت سبوت. أنا ندى ومعايا زميلي عمرو. مساء الخير يا عمرو، مساء ازيك؟ الخير يا ندى، ازيك؟ النهاردة الحلقة هتبقى مختلفة شوية عن كل مرة. احنا كل مرة بيبقى معانا بطل أو حكاية جديدة أو تيم. النهاردة احنا معانا بقى الطب أو الطريقة الصح اللي احنا هنمشي عليها علشان نوصل لهدف معين. فمحتاجين شوية خطوات لطيفة كده نمشي عليها ونعرف ازاي نتحكم في نفسنا ونبقى كويسين ونحافظ على صحتنا أكتر. احنا النهاردة بينورنا دكتور رامز. اهلا بحضرتك يا دكتور، ازي اهلا حضرتك؟ بيكم ومبسوط ان انا معاكم، ويا رب يعني كل الناس تستفيد ويعني يبقى حلقه كويسه للجميع ان شاء الله. يا رب اهلا ان بيك شاء يا الله. دكتور. طيب آه، اوكي. دلوقتي عرفنا ايه هي الركبة، وقول لنا ايه الحاجات اللي نقدر نفيد بيها الناس لو عايزة تجري ومن غير اصابات ومن غير مشاكل. طبعا يعني احييك على البدايه جميله عن الركبه. طبعا احنا هو جايبين الركبه معانا عشان ايه نشرحها ايه والناس تفهم ايه الركبه الاول. بس هو الركبه طبعا هو من احد اهم مفاصل الجسم، مفصل ارتكازي شايل وزن الجسم من فوق وتحت. أوكي. تمام. حركته يعني من رحمه ربنا حركته مش معقده. أوكي. نفهمها ببساطه للناس، عامل زي الباب اللي بيفتح ويقفل. غير مثلا حركه الكتف او الحوض، الكتف بيلف حركه معقده جدا، لا مفصل الركبه ببساطه بيفتح وبيقفل. اوكي. طيب احنا عاده لما بنيجي نقسم مفصل الركبه دايما بنقسمه لعظم، عضلات، اوكي. اربطه وغضروف. هنسميهم رباعيه الركبه. تاني: عظم، مم. عضلات، أوكي. اربطه وغضروف. تمام. عظم الفخذ اه. كبيره مع العظمه الداخليه للساق، ده أوكي. المفصل الاساسي. تاني: عظمه الفخذ مع العظمه الداخليه للساق. اه. عندنا عظمه الفخذ مع الناس كلها عارفاها بنسميها كاب او الغطا او بالعاميه خالص صابونه الركبه. تمام. تمام. نكمل ولا لا نكمل. نكمل شرح؟ آه. طيب عشان برضو الناس ما تزهقش مننا. لا طيب لا. بعد العظم يجي العضلات. عشان أوكي. الحركه تحصل آه. لازم العضله تشتغل. فزي ما احنا شايفين كده، يا رب تكون الناس شايفه، فالعضله بتشتغل. اخر العضله بيسمى الوتر. أوكي. فالعضله دي مشهوره قوي، بيسميها العضله الرباعيه او أوكي. الكوادريسبس. دي بتنزل من الفخذ باربع روس، تنزل تمسك تعدي على نص الركبه عشان تحرك. ده كده التكوين العضلي، مش هنخش في تعقيد اكتر كده في العضلات. تاني حاجه زي ما قلنا او تالت حاجه يجي الاربطه. الاربطه احنا بنسميها اربطه جانبيه، اوكي. ده تمام. بره يمين. يعني بره الرجل، جوه الرجل الرباط الداخلي. أوكي. والاربطه اللي كل الناس عارفاها الاربطه ايه؟ الصليبيه، الصليبية. امامي وخلفي. فايدتها ان هي بتمنع ان الركبه تتحرك حركه يمين أو او شمال. شمال او قدام وورا. تبقى زي رباط. الدراع فتبقى باظت. ايوه رباط كده ربط الركبة. خلاص. صح كده ببساطه. اخر حاجه او الغضروف اللي كل الناس عارفاه. كل الناس أوكي. تقول لك ده انا عندي تاكل في الغضروف، عندي احتكاك، عندي مشكله في الغضروف. لو فتحنا الركبه هنشوف هنا حاجه عامله زي حرف السي أوكي. او زي الهلال. هو فعلا آه. اسمه الغضروف الهلالي. الهلالي. خارجي اه. وداخلي، بنقسمه امامي وخلفي. أوكي. منتهى البساطه. نكمل ولا الغضروف نسأل حاجة الهلالي ده تاني؟ بيتاكل او بيحصل فيه اصابات مع هنخوف الناس كده؟ لا مش هنخوفها قوي يعني، بس دايما انه الركبه بيبقى شكلها يعني انه جزء فوق وجزء تحت مع الفخذ مع الحركه، فبيحصل فيها الناس تحافظ عليها ازاي يعني. مظبوط. الموضوع دلوقتي بقى قدامنا قوي، فاللي هو نحافظ عليها طيب ازاي. احنا فهمنا الركبه. دايما آه. بيجي ايه من رحمه ربنا برضو، ده مفصل زي اي حاجه أوكي. ليها أيوة. على مفصلات. تمام. باب العربيه او في تروس. فبيجي هنا بنحط حاجه اسمها الزيت او اللوبريكانت او الماده الجيلاتينيه. الجيلاتينية. دي وظيفتها عشان خاطر تسهل الحركه. الحركة. اوكي. تمام. اه. عادة أما بنشوف إصابات في الركبة أو هنقول أمراض الركبة أو أي مشكلة في الركبة، عادة بيبتدي الموضوع إن المادة دي بتقل شوية، إلا لو بعد الشر في خبطة جامدة، إصابة، حادثة، حد بيلعب كورة، حد وقع على رجله اتخبطت. فدي قصة تاني خالص، مش هنتطرق لها النهاردة خالص. تمام. خلينا نتكلم في وضع ركبة طبيعي. أنا بتحرك، بنزل، بطلع، بروح شغلي، بقف، بقعد، بنام، بجري، بلعب رياضة. أوكي. مش بنقول دي إصابات، دي عادي، دي لا حياة عادي. طبيعية جدا جدا جدا. بل بالعكس، احنا النهارده لو جينا اتكلمنا بس ان نتطرق على جنب كده لحته الجري. حتة الجري. الجري دي بقى هنا الناس طبعا فاهمه، يقول لك لا ده لما اجري انا ركبتي هتبوظ. هخلص مش الجيلاتين هقدر اللي أكمل. جوه، بالعكس، خلاص مع ده السلامه. الركبه النهارده الابحاث والدراسات الجديده لسه حاجه مثلا يمكن 2022 قال لك أيوة. لما بتجري آه. الماده الجيلاتينيه دي بتزيد، بتطلع اكتر. أوكي. بالعكس، ده انت لما بتجري طبعا احنا مش هنقول نجري نطلع نجري على طول من آه، غير ما نبقى آه. مستعدين، عشان بس الناس ما تاخدش الكلام وتنفذه لازم على طول. نسخن الأول. برافو عليك. آه. كده كلام محترم قوي. آه. هنتطرق له بعد شويه. فالماده دي بتزيد مع الحركه الدائمه. يعني انا الانسان اللي يقول لك او البني ادم يقول لك انا على طول قاعد عشان احافظ على ركبتي، لا بالعكس انت بتضر هتبوظ. نفسك. آه. تمام.
طبعا بقى الجري او الرياضه بصفه عامه لو اتكلمنا فيها، تمام. زي ما قلنا اول نقطه واهم نقطه في الجري ان انت زي ما حضرتك قلت ان يبقى نعمل فيه استعداد. استعداد. ايه الاستعداد ده؟ اه الاستعداد ده اول خطوه في الاستعداد ان احنا برضو نبقى ايه عاملين تقويه للعضلات، حلو. تمام. لان العضله هي وظيفتها زي ما قلنا هي اللي بتشغل تحكم الركبه. فيها لو أوكي. انا عضله ضعيفه والركبه سليمه 100% اه مش هقدر اشغلها، والعكس أوكي. صحيح. لو العضله قويه وعندي الركبه فيها مشكله، حتى لو مشكله متوسطه مش هنقول لسه في البدايات متوسطه، مش هقدر برضو اشتغل. ان انت في ناس تمام. كتيره جدا بتلعب رياضه، لعيبه الكوره مثلا، ما هو بيجري أيوة مثلا صح. بيلعب بيتمرنوا كل يوم، صح. بيعملوا مثلا صح. ماتش او 2 في الاسبوع. الناس اللي بتجري الماراثون او الناس اللي بتجري بصفه هي مستمره. اي مستمرة، رياضه اه. مطلوب منها الجري، ان انت هتجري بس يعني طبعاً. بس يعني بمراحل اي بقى. حاجه بيبداوا آه. التسخين مبدئيا، يلا هنجري كيلو، هنعمل دي حاجه. بقى دي المشكله الكبيره. الناس يقول لك انا النهارده انا مره واحده قررت ان انا هجري، اه فتاني يوم ياخد القرار انا هنزل الصبح هجري كيلو، بالظبط. كيلو ونص، 2 كيلو. ايوه ايوه. مش هيستفيد قوي، لان بعد ما جري هو اه هيبقى تعبان جدا، لان الركبه بتاعته ما كانتش مهيئه وعضلاته ما كانتش مهيئه الا لو واحد أوكي. اوريدي. فاول حاجه ان احنا نستعد، نستعد. يبقى حلو. نستعد بتقويه العضلات. تمام. تاني أوكي. حاجه الاستعداد فيه كمان حته الاستمراريه. يعني مظبوط. الاستمراريه الابحاث قالت الاستمراريه هي احسن من ان انا اجري مره وابطل. وهي أوكي. بتقوي بعد كده. طبعا مم. طبعا ده كلام منطقي جدا، بس اه الناس لازم تبقى فاهمه ايه العلم اللي وراه. يعني هو آه. الكلام ده يقول لك انت لما بتجري كتير بتستفيد. طب ايه العلم اللي وراه؟ العلم اللي وراه ان الركبه بتبتدي تتهيأ، الماده الجيلاتينيه دي بتزيد. تاني حاجه مهمه قوي في قصه الجري او قصه الرياضه، ان هو انا مع كل جري، مع الجري او مع المشي، الركبه بتمتص الصدمات دي، فالركبه حلو. اوريدي بتبقى قويه. اوكي. فالرياضه هنا او الجري بصفه خاصه اه بتفيد الركبه بصفه كبيره جدا جدا جدا. طب وعرفنا السببين الرئيسيين. اتفضل. بالمناسبه دي الجري على المشايه اللي هي التريد ميل، ولا الجري على الرصيف او الأسفلت الاسفل؟ سؤال صعب شويه، بس احنا خلينا نقول بص هو احنا انهي عادة احسن للركبه؟ بص هو عاده احنا دايما هنقول هو كله كويس للركبه، بس احنا دايما بنخاف نجري في طريق غير ممهد. خلينا أوكي، نقولها صح، كده. صح. يعني انا مثلا هنزل اجري مثلا حوالين مثلا تراك. او هجري مثلا في نادي، لو بعد الشر مثلا في مثلا حاجه في الارض، الارض مش متساويه، طالع ونازل، ده هيجرح الركبه كتير. أوكي. فاحنا بنحب نجري على التريد ميل كبدايات. لو انا كبداية، هسخن الركبه، هقوي العضلات، أيوة. الاستمراريه بتاعتي، وبعد كده ابتدي اجري. لان احنا عاده لما بنجري بره او اوت دور او بنجري في مثلا الارض زي- ما بتبقاش مظبوطه دي اول دايما. حاجه. تاني حاجه في حاجه بنسميها انكلاين وديكلاين، يعني في مطالع أيوة، ومنازل. بالظبط. فدي اكتر مشكله بتصيب الركبه اما بعمل انكلاين، اما بطلع. أيوة. فلو انا على ركبتي مش مهيئه بالاستعداد والاستمراريه يبقى في اصابه. في اصابه. طيب هي الركبه دلوقتي الناس يعني فهمت الركبه فوق وتحت وكل حاجه، دلوقتي في ناس رياضيه بقى عندهم الفلات فوت بتاع الرجل، بيقعدوا بقى يقولوا لا الشوز دي مش هينفع نلبسها علشان بتوجعني في رجليا من تحت، فبتاثر على حركتي وانا بتحرك بجري او بعمل حاجه. فهل فعلا الفلات فوت ده بيأثر على طبعاً. حركه الركبه، وازاي يختاروا الشوز بتاعتهم عشان يناسب ده مثلا؟ ده كلام جميل جدا. طبعا الفلات فوت هو ربنا ليه خالق فيه كيرف هنا، الكيرف ده عشان يوزع شويه الوزن. لو انا الجسم ده مسطح مش هيبقى فيه انسجام مع العضلات. تمام. فالفكره دي موجوده. لو هو اوريدي عنده عيب خلقي وعنده الفلات فوت، طبعا الفلات فوت فيه درجات، في درجات كبيره جدا، دي بتبقى صعبه قوي، اللي هي وبتبقى- الرجل بتبقى مقفوله دي خالص، بتبقى كلها flat قطعه خالص. واحده. دي صعبه جدا، وعاده بنشوفها في سن صغير، بيجي يشتكي على طول يقول لك انا عندي الم في قصبه الرجل، دي بنشوفها كتير قوي. تمام. لكن لو درجه بسيطه لا، ممكن يبقى شوز مهيأ بحيث ان هو يبتدي ياخد الكيرف ده، فيقلل شويه عدم الايه اللي هو البالانس الاصابه فيها، او انه يأثر عليها مع الحركه. تاني حاجه لو تطرقنا لها طبعا لازم الحذاء الرياضي يبقى مهم جدا. ما ينفعش ان انا يبقى حذاء رياضي مش مهيئ للجري، لان في احذيه معينه للجري، دي بتفرق جدا 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 عشان يمتص وهو بينزل حركه رجله يمتص بس المشكله اللي ممكن تحصل له يمتص الصدمات، وفي نفس الوقت بيظبط. لان انت ساعات برضو في ناس تقول لك ايه، انا يعني هتطرق لها برضو، هي ناس ممكن تقول لك انا مثلا بستخدم الحذاء الجري مثلا سنين، لا ما ينفعش. لا صح هو ليه وقت معين بيحصل له تاكل من تحت، والماده بتاعته بتتغير، فخلاص رجليك هي اللي بقت في الارض. جدا. صح. طب هو ايه اللي يتفادى بايه بالحاجات، يعني يعمل ايه عشان يتفادى الاصابات دي؟ اهم حاجه ان انا اشوف دايما اقارن. انا النهارده لو انا قادر في البرفورمانس بتاعي، انا ما عنديش معيار او مقياس هقول له مثلا ان انت مثلا النهارده انت كويس، بكره انت مش كويس. ما في زي مثلا واحد مثلا بعد الشر عنده ضغط او عنده سكر، بنديله العلاج وبنقيس. بالظبط. لكن انا ما عنديش معيار هنا ان انا اقيس الا بقى مش ركبته هجيبه كل يوم طالع من اشعه ايوه بالظبط، او اعمل رنين، لا طبعا. صح. الحاجه الثانيه كمان ممكن نبتدي ناخد مكملات غذائيه.
تمام. او نتفادى اكلات معينه تصيب الركبه. اه دي أوكي. حاجات مهمه جدا، يعني مثلا طب ممكن نقول البقوليات. الحاجات مش دي هنخوف الناس بقى برضو يعني مش كده. هنخوف هي بس الموضوع يعني كله حاجات بيروح في هو الموضوع الخوف. شيق كله وكبير متواصل يعني. ببعضه. طيب عاده الاكلات اللي بتصيب الركبه اللي هي بيبقى فيها اليوريك اسيد، كلنا عارفين حاجه اسمها النقرس، طبعا. اللي هي البقوليات، الفول والعدس، أوكي. اللحوم الحمراء، تمام، بكميات طبعا، يعني مثلا ما ينفعش ان انا كل يوم افطر فول، تمام، كل يوم اكل لحوم، فطبعا هيبتدي يترسب اليوريك اسيد، دي الاملاح دي هتترسب. ليه بتترسب في المفاصل؟ هي البيئه بتاعه المفصل المهيئه انها يترسب فيها. بس عاده المرضى النقرس لو تطرقنا ليها دايما حاجه مميزه قوي فيها عشان الناس برضو تبقى فاهمه، لو واحد ابتدى يشتكي من الم في الركبه وخايف من يكون عنده نقرس، بنسميه الم المفصل التنقلي. يعني ايه؟ ما بيسيبش مفصل واحد بس، بيتنطط. فاهم ازاي؟ يقول لك انا النهارده ركبتي وجعاني، بكره كتفي وجعاني، بعده مش عارفه ايه وجعني. ايوه مظبوط كده. طب الحاجات الريكفري مثلا ايه اللي ممكن يعوم مثلا يعمل مثلا مساج، يعمل تلج، الحاجات اللي هي ممكن تفيد ان انت كحاجه استشفاء للعضله نفسها او الاربطه، كل الحاجات دي ايه الحاجه اللي مهم طبعا الكلام. ده يعني برضو الموضوع مهم. لو احنا قلنا النهارده انا جريت، او ده سؤال حضرتك صح، او حضرتك عملنا رياضه وعايز اريكفر، احسن حاجه الراحه. يعني انا ما ينفعش ان انا بعد ما اجري ابتدي اعمل مشاوير، انزل اروح مش عارفه رايح فين وهقف كتير، وهنزل اسوق العربيه واقف واطلع. طب ما انا كده ما ريحت. طبعا بس انا بنخلص جري ونروح الشغل عادي. الناس بيبقى عندها شغل، عندها ايه اللي بالظبط، ممكن يعمله؟ لسه هقول احنا هي دي بنخلص الفكره. ونطلع. انا برضو هي الفكره كلها ايه؟ مش راحه اللي هو انا ما بتحركش خالص، بس برضو الراحه باسلوب معين. الراحه مش معناها عدم الحركه على فكره، لكن انا برضو مثلا الاوضاع بعد ما اجري، هل انا مثلا بعد ما اجري اقعد واروح قافل الركبه؟ لا، الركبه دي عادة احنا بنحب واحنا قاعدين تبقى واخده الشكل الزاويه المنفرجه دي. في ناس بتقعد بتروح تانية رجلها تحتها، او يفضل واقف لفترات أو كبيره. يحط رجل على رجل. انزل اشتغل واعمل وعيش حياتك بعد ما تلعب الرياضه بتاعتك، بس حافظ على وضع الركبه. تاني حاجه كمادات التلج، دي مهمه جدا جدا جدا، لان عاده مع الجري يبقى فيه اصابات العضلات، يبتدي يحصل الالياف نفسها بتتقطع، فالتلج مهم. المكملات الغذائيه مهمه جدا. المكملات الغذائيه دي مش ادويه، ده عباره عن مكمل غذائي بيحتوي على حاجه مواد مش كتير. بناخدها من الاكل. حاجه محتاج زياده، خاصه في سن معين. يعني مثلا لو قلنا مثلا نتطرق مثلا للسن، احنا بنبتدي نشوف اصابات الركبه او مشاكل الركبه. مش هنتطرق برضه نخوف الناس، الخشونه بنبتدي نشوفها في نص الثلاثينات او الاربعينات. ففي السن ده يستحسن تبقى انت بتاخد حاجه عشان تمنع الاصابه لو انت ابتديت قررت تلعب رياضه. بس لو بيلعب مثلا وكولاجين. كولاجين وفيتامين سي، دي اشهر حاجه. برضه مش عايزين نخش في قصه ادويه عشان ايه ما نعملش دعايه لدواء يعني. مش الحلقه دي، مش الحلقه المره الجايه هنخوفهم وهنقول لهم كل حاجه. طيب في تمارين معينه بتتعمل مثلا في الجيم عشان تقويات، بيبدا يحصل زي تهتك عضلي كده علشان العضله تبدا تستفيد من التمرينه، فبيبدا ياثر على الحركه بتاعه التمرين. فهل طبيعي ان واحد يعمل تمرينه مثلا تقيله قوي في الجيم ويطلع يجري بعدها؟ لا ما ينفعش كده خالص. ده اللي احنا بنقوله، ما انت ما اديتش نفسك فرصه تريكفر العضله. ما انت اوريدي اما بتجري ما انت بتمرن العضله، تمام، حاطط عليها ستريس. الجري سواء بتطلع انكلاين او بتنزل ديكلاين او بتجري حتى على مسافات، يعني واحد بيجري مثلا 5 كيلو 10 كيلو 20 كيلو، في ناس بتجري مسافات 40 كيلو. فطبعا لازم يحافظ، ما ينفعش ان انا اتمرن بعدها. احنا هنا هنقول طب هتعمل ايه؟ هنقوي بقى العضله. ده بقى دور الجيم هيجي هنا. الجيم هو هنا عامل مساعد او كمان مهم جدا ان انا اقوي العضله. ده اللي انا قلت، العضله دي هي اللي هتشغل المفصل. فلازم العضله تبقى قويه وكل العضلات المحيطه. بس احنا بنتطرق العضله دي مهمه قوي، عضله الكوادسيبس، تمارينها كتير جدا جدا جدا. يستحسن برضه يبقى حد عنده وعي، يعني ما ينفعش مثلا انا اقول انا همرن نفسي، دي لا، ده كتير بقى. لا ده مشكله كبيره جدا طبعا. لان الناس كلها يقول لك لا انا همرن نفسي. طب انا مثلا يقعد مثلا شهر ما يجريش وينزل يجري بسرعه، فهوب تحصل الاصابه. وده اللي احنا بنقوله، ما هو انت لازم بالراحه بقى شويه يعني. ما هو انت لازم قلنا الاستمراريه والاستعداد. يعني انت ما فيش استعداد وما فيش استمراريه. انت قعدت شهر ما بتعملش رياضه ومره واحده قررت تجري يوم، او هي مش يوم، انت هتجري قد ايه يعني؟ ساعه، نص ساعه. طب وبعد كده اصابه. انت ممكن تكلمنا شويه بس على مشكله الاي تي باند دي اللي هي مشكله الجرايين كلهم، دي الناس اشهر اللي اصابه بتيجي في الناس اللي بتجري او الناس اللي بتعمل. عندنا هنا احنا لو قربنا بس الكاميرا لهنا، انا عايز اشرح الحته دي. احنا عندنا زي ما قلنا، لو نفتكر قلنا عظمه الفخذ مع المفصل اللي هو الكاب او الصابونه الركبه بالعاميه خالص، او غطا الركبه، تمام. هنا بتحصل اصابه، تحس ان انت عندك وجع في الرجل من هنا من جوه كده، تمام. هنا بيحصل بدايات في هنا زي رباط او باند زي ما حضرتك بتقول، بيحصل فيه اصابه. المفصل سليم،
تمام. وكل حاجه سليمه زي ما قلنا، بل بالعكس ده الجري بيساعد ان المفصل يبقى فيه بيكون لوبريكانت ليونة او شوية الماده للجري. الجيلاتينيه لين أيوة. يعني، صح كده. هنا البند دي طب حلها ايه؟ زي ما قلنا أيوة. استعداد واستمراريه. اقوي العضله بتاعتي، اه اجري باستمرار حتى لو هجري مسافات بسيطه. الحذاء الرياضي اقوي العضله، اريكفر الركبه بعد ما اجري. ده اهم حاجه، مفيش اي حاجه تانية هتمنع كده. لان في معظم الناس يقول لك طب انا حصل لي اصابه، ايه الحل؟ ايه الحل؟ مش هجري. وده اكتر حاجه بتقول لك خلاص انا مش قادر، انا هبطل جري. لا، ما انصحش بكده. ممكن ناخد بريك مثلا، ريست مثلا. ريست ده مش هيبقى شهور، ده مثلا هتبقى مثلا اسبوع. لا ايام، بلاش اسبوع عشان يعني الناس في ناس يعني كده، وفي ناس تستمر في اصلا الجري. بتاخد بيحصل لها اصابه وتلاقي تاني يوم نازله عادي جدا. لا ده مش كويس بقى. انا دي نازل ده عادي هو جاي على جدا. نفسه. جاي على نفسه. لا بلاش. يعني احنا ايه برضو، خلينا ايه، مش بنقول ان هو خطر، بس مع اللونج تيرم او مع الشهور والسنين هيبتدي يحصل مشكله كبيره في الركبه عايزين نتفاداها. يعني الاصابه المفروض ان احنا عشان حد مصاب طبعا ياخد له مثلا 3 4 ايام لازم راحه يرتاح، راحه يعمل اريكفر، الكمادات الكمادات التلج، اريكفر. يعمل تقويات، اخد الكلام ده بالي من كله. وضع الركبه وانا اه قاعد وانا واقف وانا نايم. ان في ناس كتيره جدا تقول لك انا احسن وضع ان انا افرد رجلي قدامي. لا، زي ما قلنا وانا قاعد نفس الفكره، هفرد رجلي قدامي، احط مثلا مخده بحيث ان الركبه يبقى وضعها كده، هنام. اتفضل. هي بس اللي احنا عايز اوصله لك ان في ناس بتقول انا لما جسمي بيجري مسافات طويله، فجسمي لما بعد المسافات الطويله بيحس ان هو بيحمل على الركب، فدي بتبقى يعني مشكلتها ان هو ما بيعملش تقويات. هل هي يعمل تقويات للعضله طبعا نفسها اللي هي طبعا. الركبه، ولا تقويات للجسم كله؟ يعني لا مثلا الكور نفسه. طبعا بص، هو طبعا الكلام ده اساسي جدا. بس برضه هو كلام يعني ادفانسد شويه، بس نقوله يعني كلام متقدم. الاساس في كل حاجه في العضلات هو الكور بتاعك. أوكي. يعني لو الكور مش قوي، اللي هي العضلات البطن وعضلات الظهر وعضلات أيوة. سوري انا اسف الفخاد، دي اللي شايله برضه حمل كبير جدا فده لازم يبقى قوي جدا جدا جدا. تاني حاجه الوزن. اهم من لكم لو فدول عملنا ده. عاملين، يعني هم عاملين. طبعا الناس بتقول لا مش مهم الوزن. طب ما انا هبتدي اجري صح، بس اني تيجي قبل الثانيه. احافظ على الوزن شويه، اقرص شويه على الوزن وابتدي عشان ما يحصلش اصابه مبكره جدا تخليك فترات الراحه طول. تاني حاجه الكور ده مهم جدا برضو. فكل ده حاجات الكلام كتير. طيب الناس اللي احنا هنتكلم شويه بس عشان الجري طبعا. احنا ده انا عارف ده الاساس. ماشي. الناس وهي بتجري الاحسن تنزل وضع رجلها ازاي؟ من على مشط الرجل، ولا من قدام، من المشط، ولا كل القدم قصدك؟ صح كده. في ناس بتنزل جانبي على اخر صباع مع جنب رجلها او بطن رجلها زي ما بيقولوا. في ناس بتنزل على البطن اللي هو الجزء اللي ورا الصوابع شويه، وفي ناس بتنزل على الصوابع. هو احسن وضع اللي هو انا رجلي هتبقى مستقيمه عشان يبقى الزاويه بتاعه الركبه مع القدم مظبوط. لو انا كده هيبقى محمل على جزء معين بس في الركبه، فده لا. طيب العجل، اشمعنى العجل كده مره واحده؟ علشان الموضوع نفسه، يعني فكره خطوه الرجل نفسها او النزله بتاعه الرجل على العجل الارض كرياضه ولا العجل كوضعيه؟ لا، العجل كرياضه. يعني أيوة. هو الجري احنا عملنا تقويات بين تمام حركه الرجل، فحركه الرجل نفسها في العجل مختلفه تقريبا. احنا طول الوقت بتبقى صوابعنا هي اللي بتحرك الركبه مع القصبه بتاعه الرجل مع الفخذ، نفس الفكره، نفس الحاجه، بس هي مختلفه في اوجاعها وحاجتها مختلفه. بص الجري عاده هو قريب قوي، سوري العجل قريب قوي من الجري. بس انا الجري ما باخدش او ما بفتحش الركبه للاخر. في العجل عاده، خاصه كمان لو انا طالع يعني انكلاين او مطلع، فانا بحمل قوي جدا على الركبه، فاصابات العجل اكتر من اصابات الجري. اوكي. فهنا ده وضعيه تاني خالص. يعني الوضعيه اللي حضرتك بتقوليها في الرجل دي اساس في عشان العجل. حضرتك أساس. لسه بتقول ان لازم نريح الرجل بشكل، نحط وراها مخده وتبقى مفروده بشكل مظبوط. فالعجل انا بعمل عكس ده. ما هو ده اللي احنا بنقول، العجله اكتر حاجه اصابات في الركبه العجل. تقوياتها يعني مختلفه. طبعا تقوياتها مختلفه، خاصه انت بتحمل اكتر على العضله لازم تبقى قويه جدا. قويه جدا عشان تقدر تاخد المقاومه او الريزيستنس اللي انت بتواجهها او انت طالع. فدي مهمه جدا جدا بس جدا. انا دايما بحس ان الجري اكتر يعني الجري اصابات. الجري نفس، الجري نفس وكور. تمام. العجل لازم تبقى دي قويه قوي. الرجلين هتلاقي رجل حتى اللي بيلعبوا وبيعملوا عجل او بايكرز بتلاقي رجله قويه جدا جدا. العضله جداً. الاماميه بتاعت الرجلين لازم دايما تبقى تلاقي كبيرة. العداء هتلاقيه رفيع قوي. رفيع صح كده. الوزن قليل والفات قليل. نزله الارض برضو بتسمع كتير قوي في
في الركبه. طبعاً. دي بتبقى مشكله كبيره طبعا بالنسبه لهم. هو الركبه احنا يمكن ما قلناهاش او قلناها، انا مش فاكر نعيدها تاني الناس عشان تسمع. الركبه هي بتمتص الصدمات دي. أوكي. فطبعا اي امباكت او اي خبطه، بجري بمشي بتحرك، انا بعمل خبطه بتسمع هنا في الركبه. فطبعا دي مهمه جدا، الجري بيعمل امباكت طبعا. طيب في حاجات تانية عايزين نركز في عليها حاجات النهارده أكتر. بس اللي هو ايه، بنقول لهم الموضوع لطيف، ما تخافوش، آه، رجليكوا طبعاً. تمام، ما احنا الحاجات قلنا دي الكلام قلنا ده. مش هنخوفهم النهارده. بالعكس احنا النهارده اللي احنا قلناه طمنا الناس. اول حاجه ان انت الركبه مهمه جدا ان انت تحافظ عليها، تبقى عارف شكلها ايه، تبقى عارف التمارين بتاعه العضلات، تقوي الكور ماسل، تريكفر الركبه، تجري باوضاع صح، تلبس حذاء رياضي، دي مهم، تحافظ على وزنك، دي مهم، تريح بعد ما تجري، تاكل كويس. تعمل المكملات كمالات تانية. الغذائيه. مكملات فبالتالي اللي غذائية. احنا قلناه النهارده يعني حاجات بيتهيألي يطمن جميلة الناس، حاجات جداً، بسيطه حلوة خالص. جداً، ما فيهاش، كلنا ما هننزل قلناش نجري. الناس ما تجريش على فكره، بل بالعكس ده هو الجري فعلا بيساعد جدا 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 ان انت الركبه الماده الجيلاتينيه او اللوبريكان ده بيزيد. فاحنا مش بنقول الناس ما تجريش، بالعكس بنقول الناس تجري، بس بنقول الناس تجري ازاي؟ لازم تبقى عندك خلفيه، لو ما عندكش الخلفيه دي استشير بقى. يعني ما شاء الله في ناس كتير عندها خلفيه حلوه، والناس اللي على اصل البرنامج هنا قويين جدا. هي مشكله الناس اللي بتخلي ان هو ما يجريش او بيلعبش رياضه، هي كانت دايما اصابات الركبه. الناس بتخاف، يقول لك طبعاً. لا انا حقه. ركبي مش عارفه ايه، انا تحصل لي مشكله في الركبه. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نساعد الناس ان هي ما يبقاش عندهم اصابات. زي ما انت قلت الريكفري مهم جدا، طبعاً. المكملات الغذائيه. طيب في مشكله تحت الركبه، بيبقى في مشاكل يعني. انا ما قلتش لا، حاجه، شفت، أنا نتطرق سمعت لمشاكل الكلام، ما الركبة، ماشي. قلتش. يعني ما هو هي الفكره كلها ان احنا هنخوف الناس كده. ما لا، ما احنا بنقول لهم انت تعمل الصح، يعني الحاجات الصح اللي بيعملها، عشان بس ما يعملش حاجه وبعد يرجع يقول طب بلاش، ممكن نسأل السؤال بشكل تاني أيوة، دلوقتي. بس بالراحة عشان الناس ما تخافش. مش هتخاف والله. حضرتك قلت ان مثلا في نقرس او بيحصل كذا صح. من البروتين او من البقوليات والكلام ده. تمام. الناس الرياضيه عموما او اللي بيجروا دايما فطرت فول، اكلت مش عارفه ايه، فنيجي بعد الظهر الوجبه الرئيسيه لحمه او فراخ مع شويه خضار صغير مع شويه كربوهيدرات قد ايه الكلام ده، فالناس دي عايشه بقى في النقرس تقريبا. طبعا يعني هو كلام لا النقرس مشكلته في الحاجات دي، في الاغذيه اكتر، ان انا خاصه البقوليات او اللحوم الحمراء بقوليات كبيره. طب انا عايز اعمل مثلا، لو هنتطرق للحته دي، طبعا هي مش تخصصي تغذيه، يعني حد تغذيه علاجيه هيفيد اكتر، بس انا عندنا خلفيه. مش شرط ان انا اخد البروتين بتاعي او الطاقه بتاعتي اللي انا عايزها من الحاجات دي. أوكي. تمام. طب ما في بنسميها مكملات غذائيه فيها بروتينات. تمام. بس مش بتاثر نفس التاثير بتاع الاكل. بالعكس ده هي بتبقى مظبوطه قوي، لان فيها الكميه اللي انا عايزها. زي مثلا انا هاخد مثلا، عايز مثلا 20 جرام بروتين، عايز مثلا 50 جرام كربوهيدرات، عايز مثلا 10 جرام دهون. دي الحاجات دي بتبقى فيها بالظبط الكميات اللي انت عايزها. انت النهارده لو اكلت مثلا اكلت مثلا طبق فول، طب كم معلقه فول؟ 4 10 فيهم كام جرام بروتين؟ معرفش. حطيت عليه زيت ولا لا؟ طب اكلت معاه عيش ولا لا؟ طب ما كل دي حاجات انا مش عارف انت اكلت قد ايه. صح بس كده؟ لو دخلت ده صافي اللي انا اقدر افيد بيه الناس ممكن لو هي بتاخد الفول او كوجبه اساسيه تقشره. قشره الفول لما بنبعدها بتقلل الاضرار بتاعته. طيب احنا النهارده يعني كده حاولنا ان احنا نبسط الموضوع للناس، ودي حلقه مبدئيه. لسه المره الجايه واللي بعدها والثانيه والثالثه وكل حاجه هنستغلك اسوء استغلال يا دكتور، معلش. لا ازاي، ده انا اتشرف. اهم حاجه بس الناس تكون مبسوطه وما تخافش. يعني انا الرساله اللي عايز اقولها، لا اجري والعب رياضه، بس اهم حاجه استعداد. يعني احفظوا الكلمتين دول مني النهارده، استعداد واستمراريه. حلو. بس واحنا هنشوف هم هيسالونا في ايه المره الجايه، وهنقول بقى كل الاصابات وكل الحاجات اللي هيخافوا منها. لا بعد كده مش مشكله، الركب تبوظ عينيا. حضرتك نورتنا. انا اتشرفت. احنا كده وصلنا لاخر الحلقه. ان شاء الله المره الجايه يبقى يعني تكونوا سالتوا بقى الاسئله اللي انتوا عايزينها وكل الحاجات الاصابات اللي بتحصل، والدكتور يعني حاول النهارده ان هو ما يخليش اي حد يخاف، كلنا ننزل نجري ونعمل اصابات ونيجي عادي جدا. حضرتك نورتنا. شرفت. ان شاء الله الاربع الجاي الساعه 8 استنونا.